الزمالك وفاركو، مباراة ممكن نسميها النقطة الفاصلة في ثقة الجمهور. على الورق المباراة دي سهلة، إنما في أرض الواقع فهي سهلة برضه. وخلي بالك، السهولة هنا معتمدة على المدير الفني واللعيبة. يعني كمدير فني أنت اللي في إيدك تخلي المباراة دي أسهل ما يمكن وتخلصها بسكور، وأنت اللي في إيدك برضه تخليها أصعب مباراة هتقابلها الموسم ده. ومش بس صعوبتها في إن الفريق اللي قدامك لو سبته يدخل في المباراة هيقفل مساحات ويلعب على النقطة، ولكن كمان صعبة لأن لو لا قدر الله حصلت نتيجة سلبية فأنت كده بتثبت فشلك كمدير فني في استقرار وثبات المستوى، واللي هو عنصر مهم جدا لأي فريق كبير. وفي الفيديو ده هنتكلم عن سلبيات مباراة مودرن، واللي المفروض يانيك فيريرا يعمل حسابها كويس جدا لعدم تكرارها في مباراة فاركو. وهنتكلم كمان عن أسلوب لعب فاركو والتشكيل المتوقع للزمالك. بس قبل ما نبدأ كلامنا ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الزملكاوية، واشترك في القناة. عاوزين نوصل 15,000 مشترك إن شاء الله في أقرب وقت. مبدئيا كده عايز أقولك إن فريق فاركو هو أضعف سكواد موجود في الدوري السنة دي. سيبك بقى من التحليل والأرقام وكل الكلام ده، على الورق وعلى أرض الملعب فريق فاركو ما فيهوش كواليتي، ما فيهوش عناصر خبرة، ما فيهوش أي حاجة، مع احترامي الكامل لفريق فاركو، ولكن أنا بتكلم على اللي أنا شايفه. وبالمناسبة ما تنساش تتوقع نتيجة المباراة دي في الكومنتات، وصاحب التوقع الصحيح اسمه هينزل في الفيديو اللي بعد المباراة على طول إن شاء الله. طيب تعالى كده بقى نلقي نظرة على التشكيلة اللي فاركو بيلعب بيها في آخر ماتشين في الدوري. طبعا 90% من اللعيبة دي انت أول مرة تشوفها، ودي حقيقة على فكرة. فريق فاركو أخد ريسك كبير جدا السنة دي إنه يعتمد على العناصر الشابة، ولكن لحد دلوقتي ما قدموش أي شيء يذكر. عايز أكلمك على شوية أرقام تخص فاركو، ولكن قبل الأرقام تعالى نعمل مقارنة سريعة كده ما بين آخر تشكيلة لفاركو السنة دي وتشكيلة فاركو الموسم اللي فات. 95% من قوة فاركو الموسم اللي فات هي مش موجودة الموسم ده. عندك مثلا أكتر اتنين مساهمين بالأهداف مع فاركو راحوا الزمالك، أكتر مدافع كان شايل الفريق راح الأهلي، إنكادا راح فريق ستيرلا، زهير المترجي في أخبار بتقول إنه راح الوداد، عزمي جومة فسخ عقده وقاعد في البيت، وحتى محمود عماد اللي الزمالك كان بيتفاوض معاه في الميركاتو واللي كان واضح إنه لاعب جامد جدا راح البنك الأهلي. إذا نقدر نقول كده إن فريق فاركو حصل له نوع من أنواع التفريغ، وده بيترتب عليه إن فاركو السنة دي في المركز الأخير بأسوأ دفاع، ومسجلين هدف واحد بس وكان في الأهلي. ما كسبش ولا مباراة لحد دلوقتي، تعادل في مباراة وخسر في اتنين، وإن شاء الله الخسارة التالتة هتبقى قدام الزمالك. بقالنا ساعة عمالين نقول إن المباراة سهلة والسكواد ضعيف ومفيش لعيبة. إيه المطلوب دلوقتي من لعيبة الزمالك والمدير الفني؟ أولا إنك تبدأ الماتش ده بنفس الريتم العالي اللي شفناه في ماتش مودرن، ضغط عالي من اول دقيقه واستموات على الكره بمجرد ما نفقد الاستحواذ. ثانيا هو انك بعد ما تسجل الهدف الاول ان شاء الله تكمل بنفس الريتم وتسجل التاني والتالت، وتحاول على قدر المستطاع ان فريق فاركو ما يدخلش في الجيم. وطبعا زي ما قلت لك في حلقه التفاصيل بتاعت مباراه مودرن ان اي فريق في الدوري باستثناء الاهلي وبيراميدز هتبدا من اول دقيقه بضغط عالي ورتم سريع، هتقدر تسترجع منهم الكره بكل سهوله، بل كمان هم اللي هيحصل لهم ارتباك دفاعي وهيفقدوا الكرة لوحدهم. وبالمناسبة حابب اشكركم من كل قلبي على الكلام الجميل اللي اتقال في الحلقة دي تحديدا، وبصراحة بفرح جدا لما اتعب على حاجة والاقي عليها ردود ايجابية منكم. ولو ما شفتش الحلقة دي انصحك تشوفها، هسيب لك اللينك في التعليق المثبت. تمام، يبقى احنا كده اول حاجة اتكلمنا فيها انك تنزل بنفس ضغط مباراة مودرن، وتاني حاجة هي عدم التراجع بعد التسجيل ان شاء الله عشان تقدر تسجل التاني والتالت والمباراة تخلص بدري بدري. اما بقى بالنسبة لتالت حاجة مطلوبة من المدير الفني هي عدم تكرار نفس الاخطاء اللي شفناها في مباراة مودرن. واول حاجة من الاخطاء دي هي الفاولات الكتيرة جدا حوالين ال 18. لك ان تتخيل ان مودرن فيوتشر في المباراة اللي فاتت دي اخد مننا 20 فاول، واللي هي اصلا اهم مفتاح من مفاتيح لعبهم. رابع حاجة بقى وهي الاهم بالنسبة لي هي ضرورة وجود العناصر المناسبة على الدكة. يعني ايه الكلام ده؟ تعال اوضح لك كل شيء. بص، في ظل الضغط العالي اللي كنت لسه بكلمك فيه من شويه ده، طبيعي ومنطقي ان اللعيبه تنزل بدنيا بشكل اسرع من الضغط المتوسط، وخصوصا في خط الهجوم بتاعك. ولكن اللي شفناه في مباراه فيوتشر ده كان نزول بدني زياده عن اللزوم شويه، وده ممكن نتقبله في الوقت الحالي بسبب بقى ان اللعيبه لسه ما دخلتش في فورمه الماتشات، او ان هم لسه راجعين من الاجازه، او الحاجات اللي انت عارفها. فالمطلوب بقى دلوقتي انك تحط عناصر على الدكه تفيدك بنفس قوه اللعيبه اللي موجوده في الملعب.
يعني واحد زي عبد الحميد معالي ده لازم يبقى موجود على الدكة ويبقى هو البديل الأول لإخوان ألفينا. أحمد شريف بعد المستوى اللي شفناه ده لازم يبقى موجود على الدكة بديلا لشيكو بنزا، كذلك مع عمرو ناصر اللي هو أنسب بديل لعدي الدباغ. يبقى كده اتكلمنا عن فريق فاركو وقلنا إن هو من أسوأ الفرق السنة دي من حيث كل حاجة، واتكلمنا إزاي نقدر نتعامل مع المباراة دي ونخلصها من أول دقيقة، وكمان اتكلمنا عن أهمية معالجة السلبيات اللي شفناها في المباراة اللي فاتت، واللي هي كانت بنسبة كبيرة جدا انخفاض المعدل البدني في الشوط الثاني من بعض اللاعبين في خط الهجوم. دلوقتي بقى عايز أكلمك عن التشكيلة المتوقعة بالنسبة لي، ولكن قبل التشكيلة عايز أكلمك عن دونجا تحديدا. دونجا في مباراة مودرن قدم أداء كويس جدا بالنسبة لي، ويمكن في ناس كتير منكم استغربوا إن كان تقييمي ليه 8 من 10، ودي أول مرة تحصل من يوم ما بدأت يوتيوب. بس تفتكروا إيه السبب؟ هل كانت صدفة ولا دونجا مستواه اتطور من يوم وليلة؟ في الحقيقة إنها ولا صدفة ولا تطور مستوى. الفكرة هنا إن دونجا كان مطالب منه تغطية جزء صغير في أرض الملعب، لأن في الشوط التاني نزل جنبه صلاح مصدق، فدونجا بدل ما كان بيغطي مساحة نص الملعب كلها لوحده بقى مطلوب منه يغطي جزء معين أو مربع معين، ومع وجود تعليمات بعدم التقدم الهجومي. وعشان كده هتلاقي إن دونجا قدم مردود كويس جدا جوه الملعب. بس خلي بالك، لو دونجا لعب مباراة فاركو والمدير الفني طلب منه يغطي مساحة نص الملعب بالكامل هيظهر بنفس الشكل اللي بيظهر بيه في كل مرة، لأن باختصار كده هي دي إمكانياته، قدراته ما تسمحلوش إنه يبقى ديفندر نادي الزمالك. مع احترامي الكامل لدونجا، أتمنى من كل قلبي فيريرا يكون ملاحظ ده. نيجي بقى للتشكيلة. صبحي في الجون عادي جدا قدامه حسام عبد المجيد، واتمنى من كل قلبي يانيك فيريرا يحقق لي امنيتي ويبدا بمحمد اسماعيل. على اليمين اتمنى صلاح مصدق ولكنه هيلعب بعمر جابر، وعلى الشمال محمود بن تايج. نص الملعب بقى اتمنى فتوح جنبه عبد الله السعيد. وبيني وبينك دي احسن مباراه تقدر ترجع فيها فتوح لمستواه، لانها مباراه هجوميه للزمالك من اول دقيقه، هتبقى محتاج لاعب عنده موهبه يتحط جنب عبد الله السعيد عشان يساعده اكتر في نص الملعب. شحاته ما رجحش انه يبدا المباراه دي، لان شحاته اولا مش هيفيدك هجوميا زي ما هيفيدك دفاعيا، وثانيا تقدر تخليه على الدكه كورقه مهمه جدا لتامين نص الملعب في الشوط الثاني بعد ما تكون سجلت ان شاء الله. وينج يمين الفينا ووينج شمال شيكو بنزا، وصانع العاب اتمنى بعد مستوى ناصر ماهر ده يبدا بادم كايد لاول مره في مركزه واللي هو اصلا جاي عشانه. كل دول تحت مهاجم صريح طبعا عدي الدباغ. ومش عارف ليه حاسس كده ان عدي الدباغ هيسجل في المباراة دي. من وجهة نظري دي احسن مباراة تبدأ تجرب فيها لعيبة بعد ضمان النتيجة ان شاء الله. وعلى فكرة احنا قادرين نعمل كده واكتر كمان، بإذن الله نفوز في المباراة دي ونتصدر الترتيب، لان ده هيدينا دفعة معنوية كبيرة جدا سواء كلعيبة او كمدير فني او كجمهور. وبس كده يا معلم، ما تنساش تكتب لي توقعك في الكومنتات، لان باذن الله صاحب التوقع الصحيح اسمه هيظهر في الفيديو اللي بعد الماتش على طول. كان معاكم هادي هشام، مع السلامه.